بيبدأ الفيلم مع ويندو وهي بتلعب مع اخواتها، وإذ فجأة دخل عليها والدها زعق لها لأنها كبرت خلاص على شغل العيال ده. بعد كده تجيلها والدتها وتقول لها إنها هتروح الصبح مدرسة داخلية والمفروض تبقى قدوة لإخواتها وأولادها فيما بعد. فويندي بقى اللي هو ما قدوة ايه يا جدعان، انا عاوز العب. فتفهمها مامتها ان الزمن كده كده هيمر وانها المفروض تتقبل ده وتسعى انها تحقق حاجه مفيده لحياتها. فيجي الليل ويجي معاه بيتر بان والجنيه الشقيه علشان ياخدوا الاطفال دول معاهم لارض الاحلام، بما انهم مش عاوزين يكبروا، ودي ارض ملهاش اي قواعد ومفيش فيها اباء ولا امهات، والاهم من كده بقى ان اللي بيدخلها ما بيكبرش في السن طول ما هو فيها. كل اللي عليهم بس انهم يفكروا في ذكريات سعيده ليهم، والجنيه هتنشر لهم غبار سحري يخلوهم يطيروا لهناك. بالفعل يروحوا وهم مش مصدقين ان القصه اللي مامتهم بتحكيها لهم كل يوم طلعت حقيقيه. فيشوف القراصنه بيتر ويعرفوا هوك انه وصل، فيأمرهم انهم يهجموا عليه بسرعه. وبكده يتفاجئ الاطفال ان الحياه هنا مش كلها وردي، فبيتفرقوا عن بعض وبيقع اخوات ويندي اسرى تحت ايد هوك. هما ويندي بقى فبيلاقيها الاطفال المفقودين، هم اسمهم كده. نسيبهم هنا ونرجع لهوك وهو بيخوف اخوات ويندي، فيقولوا له انهم مش مهتمين بيه لان بيتر بان هيجي ينقذهم منه. قال لهم لا ما كده الكلام اختلف، لملي بقى العيال دول كلها وسبقنا على صخره الجمجمه عشان نعدمهم. في الاثناء دي بيعرف المفقودين اللي حصل فيستعدوا لانقاذهم. وفي الطريق بيحكي المفقودين لويندي ان هوك ده انسان بشع لانه نضج، والنضوج ده حاجه غلط، ولانه بقى افضل سياف فبيسيبوا بيتر يواجهه، خاصه ان هوك ده مش بيطيقه منه، يعني كان قطع له ايده كده ورماها للتمساح ياكلها. راجل قماص اهو مع انه ناضج، يعني شوف ما سبحان الله. بيوصل القراصنه للصخره وبيسلسلوا الاطفال عليها في انتظار زياده منسوب الميه علشان يغرقهم كلهم، وكل ده بس لمجرد انهم اطفال وهو بيكره الاطفال. هنا بقى يوصل بيتر ويبدا في مواجهه رجاله هوك باستخدام سحر الجنيه الشقيه، ومن هنا لهنا لحد ما بينيمهم هنا. فتتضايق ويندي لانه سايب اخواتها في خطر وبيتباهى، ولكنه ما بيهتمش بامرها وبيبدا يواجه هوك. وبعد شويه حكي وميكي وتربنتيكي كتير كده بينهم، بيقدر هوك انه يوقعه وبيكون خلاص على وشك قتله. فيتفاجئ انه مش واقف على صخره ولا حاجه، لا ده واقف على تمساح. اي تمساح. في نفس الوقت اللي بتروح فيه ليلي وويندي ينقذوا اخواتها بمساعده الجنيه، بعدين بياخدهم بيتر وبيطير بيهم من المكان. اما هوك وجنوده فبيحاولوا انهم يهربوا من التمساح وبيقدروا ينفذوا منه فعلا، ولكن بصعوبه شديده بعد ما بيقتل عدد كبير منهم. فيفرح فيهم بيتر جدا، ولكن ويندي بتضربه بالقلم لانه ما قالش ليهم على الخطر الموجود في ارض الاحلام. ده غير انه بني ادم متكبر، ولولا الجنيه اللي مخليه يطير والمفقودين اللي ماشيين يطبلوا له في كل مكان دول كان زمان ولا حاجه نكره. فيقول لها بيتر انه على طول كان بيهزم هوك مهما كانت المغامره صعبه. قالت له ايوه يعني، وافرض ما هزمتوش مره كده ايه اللي هيحصل بقى وقتها؟ لا ده عندها. اتفضل. بيجي الليل ويروح الكل المنزل مخفي في ارض الاحلام علشان يناموا فيه بامان بعيد عن هوك ورجالته. وبتبدا ويندي تتكلم مع المفقودين وتقول لهم انهم المفروض ما ينسوش ديارهم وامهاتهم لانهم بيحبوهم. فيتعصب بيتر ويقول لهم انهم لو رجعوا لاهلهم هيكبروا، ولك ان تتخيل بقى لو كبرت ايه اللي هيحصل. الشغل بيت جواز وجيش وبص هتتفرم في الدنيا، ما اسالنا انا. فبتغني ويندي للاطفال لحد ما بيناموا، بعدين تطلع لبيتر فوق في نفس الوقت اللي بيسمع فيه هوك صوت غنائها. فنرجع لبيتر وهو بيحكي لويندي ان هوك ده كان اول صبي مفقود يجي ارض الاحلام، وكان افضل صديق ليه، ولكن مره واحده كده اتجنن في عقله ومشى، ولما رجع كان كبر واتغير جدا وبقى انسان قاسي وشرير، علشان كده هو خايف تمشي وتسيب الارض فتتحول زيه. لذلك بتقول له ويندي انها كانت فاكره زيه كده ان ارض الاحلام دي مفيش منها اتنين، ولكنها ارض عاديه جدا، بص اقل من العاديه كمان، بركه السبع برقبتها. بعد كده تسيبه وتنزل، فتتفاجئ برجاله هوك وهم ماسكين المفقودين بما فيهم اخواتها الاثنين، ويقول لها هوك انه وصل هنا للبيت ده بسبب صوتها. بعدين ياخد بعضه ويطلع لاوضه بيتر فوق يدور عليه، وبمجرد ما بيلاقيه بيجرحه بالسيف في صدره، فيقع بيتر من فوق البرج للارض ميت. فيحزن المفقودين جدا. اما هوك بقى فبيحتفل بانتصاره على عدو اللدود اخيرا، وبياخد الاطفال كلهم معاه. في الاثناء دي بيفك ظل بيتر نفسه وبيروح لليلي ياخدها معاه للجثه علشان تعالج جرحه. فنتنقل لهوك وهو بيحكي لويندو انه ممشاش من ارض الاحلام برغبته، وانه مشى لما بيتر نفاه منها لانه اشتاق لوالدته وحب يرجع يشوفها. فاستغل نفيه ده ومشى يدور عليها في كل مكان لحد ما تاه في البحر وموصلهاش برضه. فلقاه سيمي وانقذه من الغرق، ومن وقتها بقى اتربيت وسط القراصنه لحد ما كبرت وبقيت قرصان قد الدنيا، وكان اول قرار ليا اني ارجع بيهم لارض الاحلام عشان يرجع لصاحبه، ولكنه اتفاجئ بيه بيهاجمه واعتبره شرير، ودخل معاه في معركه شرسه فقد فيها دراعه. لذلك هو ما بقاش فارق معاه اي حاجه غير انه يقتل بيتر صديقه العزيز،
وكأول قرار ليه بعد ما حقق انتقامه بيؤمر بإعدام الأطفال كلهم. علشان كده بتضحي ويندي بنفسها وتطلب منه يعدمها هي بدلهم. في نفس الوقت ده بتنجح ليلي إنها تعالج بيتر، ولكنه مش بيكون قادر يطير زي الأول لأن الجنية مش معاه، فهتاخده ليلي بسرعة على حصانها علشان يوصلوا للأطفال. نرجع احنا بقى لويندي وهي ماشية على اللوح، وقبل ما توصل للحافة علشان ترمي نفسها بتفكر في ذكرياتها السعيدة اللي مرت عليها، فتستغل الجنية ده وبتحرر نفسها علشان تنقذ ويندي. بعدين تنشر الغبار السحري بتاعها على أنحاء السفينة كلها عشان ترفعها من البحر للسماء، وبكده هوك ورجالته مبقاش لهم أي سلطة على السفينة، خاصة بعد وصول بيتر وليلي. ومن هنا بقى بتبدأ معركة كبيرة بين بيتر وهوك وبين المفقودين والقراصنة، وبعد شوية أكشن كتير كده جدا بينهم بتقلب الجنية السفينة فبيقع الطاقم كله، وده بيدي فرصة لبيتر إنه يقرب من رقبة هوك. هل تعلم إنك لو قتلتني الحياة من غير مطارداتنا لبعض دي هتبقى مملة؟ فيعتذر له بيتر على اللي عمله معاه زمان ويحاولوا إنه ينقذه من السقوط، فيقول له طب فكر كده بسرعة في أي ذكرى سعيدة علشان تطير. وطبعا هوك مش بيكون عنده أي ذكريات سعيدة فبيقع في البحر يموت. لذلك بيقرر بيتر إنه يرجع المفقودين لعالمهم من تاني تخليدا لذكرى صديقه هوك، وبيودوهم فعلا لبيت أهل ويندي. فتطلع له ويندي على السطح وتطلب منه يفضل هو كمان معاهم وما يرجعش، ولكنه بيرفض ويقول لها إن بيتهم ده كان بيته هو اللي عايش فيه زمان، لحد ما طلبت منه مامته إنه ينضج، ولكنه رفض وطلع يتنطط على السطح، ومرة واحدة لقى نفسه في أرض الأحلام وما كبرش خالص من وقتها. علشان كده هو كان بيرجع هنا من فترة للتانية يفتكر ذكرياته مع مامته اللي اتوفت من زمان دي. ومع الوقت اتحول بيتر بان من طفل حقيقي لحكاية خيالية بتتحكى للأطفال قبل النوم. فتقول له ويندي إن النضوج ده أكبر مغامرة هيعملها في حياته، ولكنه بيرفض إنه يقعد وبيرجع مرة تانية لأرض الأحلام، وبيتفاجئ بهوك وسيمي نجوا من الغرق على خشب عايم، وده دليل على إن حكايتنا لسه ما خلصتش. وبكده يكون انتهى الفيلم، وما تنسوش تعملوا فولو للصفحة وتتابعونا كل يوم علشان تشوفوا كل جديد، وشكرا، سلام.